اسمعي يا ست الكل، اسمعي المكونات، ورقه وقلم يا ست الكل، واكتبي ورا الحاج درديري. افوكادو. واحده حبايه ولا كيلو ولا؟ اي شيء اتنين كده. اي شيء اتنين يعني اقل شيء اقل شيء. ايوه. بعد كده بنحط ايس كريم، يا اما ممكن تحطه بالشوكولاته، ممكن تحطه بالفانيليا، كده اي حاجه. ايس كريم اللي عندك في الثلاجه، عندك ايس كريم، شوفي كده هتلاقي علبه ايس كريم فيها مخلل، سيبيها للحاج وجيبي لك ايس كريم. ها، وهنحط عليه عسل، حبه عسل كده من البطرمان اللي هو سكر، هتلاقيه فوق كده وملا سكر تحت، ارميه وهاتي برده سكر تاني. اي صودا، اي مكسرات عندكم. اي بقى مكسرات بقى، هو هتلاقي الحاج سايب حبه سوداني ولب في جيبه كده بيتسلى بيهم، هاتيهم من جيب الشورت بتاع الحاج واعمليهم. ماشي. ها، ونضرب في الخلاط. هنضرب في الخلاط هيطلع لك الزعيم، الحاج هيطلعه. ورجعنا تاني عشان نعمل انا والحاج درديري من غير الحاج عويس، انا والحاج درديري بس. ها، هنعمل النهارده تجربه الفرايد تشيكن. رجعنا تاني للفراخ، احنا مره بقى نعمل مره لحمه ومره فراخ، فجربنا لقينا كده مطعم، واحنا بنلف كده لقينا مطعم اسمه حارتنا. هو اسمه حارتنا واسم تاني، يعني هو طلع مطعمين جنب بعض، واحد للفرايد تشيكن واحد للمشاوي والشاورما وكده، صح؟ فواحد اسمه حارتنا والتاني اسمه حاجه تانيه، اسمه ايه؟ سملول سمرات حاجه كده، يعني ما خدتش بالي منها قوي، خليها كأنها السملودي. فهو ده جبنا اللي هو 9 قطع، صح؟ 9 قطع، احنا هنبدأ نخم من أولها 8 9 قطع. ماشي، ده اهو حارتنا، أكيد الكلام بالشقلوب. فتعالوا نشوف ال9 قطع حجمهم ايه. بصوا يا جدعان، هو المفروض ده واخد تقييم ايه، في هنا في المطاعم بيبقى تقييم ايه وبي وسي. ايه ده يعني حاجة في النظافه وفي الشكل كله كويس، في النظافه والشكل. اما اللي هو واخد بي يبقى اقل، سي يبقى على الله حكايته. فاحنا نشوف ده شكل الفرايد تشيكن الفراخ، تمام؟ وده حجمها، ده الدبوس، وكلنا عرفنا افيه الدبوس ايه؟ عارف افيه الدبوس ولا لا؟ ده الجناح اهو، عارف افيه الدبوس يا حاج عويس؟ اوف اوف، انت اكيد عارفها بس. ودي الورك، وده برضه ورك، وده حجم السلك. والله هو احجامه حلوه، يعني احجامه حلوه وشكله كويس يعني. لسه هنشوف الطعم، واللون بتاعه هو ذهبي بس غامق سنه، يعني مش اللي هو، بس كلون حلو بس على اغمق سنه، فهنشوف. ومش مزيته الصراحه، فيلا بينا نوزع ونشوف. يلا بينا نروح نوزع ونيجي. طبعا الوجبه بتيجي دي 9 قطع، دي فرخه معاها بيبقى في البطاطس بالشكل ده. طبعا هنا البطاطس بتبقى على الله حكايتها، يعني عاوز اوريكم. بصوا منهكه حبتين، تحس ان هي منهكه خالص، صح؟ مش مقرمشه، يعني هي طريه. لا، هي شاربه زيت لما شبعت يعني. بصوا يعني. بصوا يعني البطاطس مش احسن حاجه، بس ان شاء الله الفرايد تشيكن تطلع حلوه. يعني هي بتيجي الفرخه ومعاها البطاطس دي ومعاها المخلل ده، تمام؟ مخلل تاني عايز ايه يا حاج عاوز؟ طيب ثواني. ودوت كله سلو ومخلل، وكله سلو تاني. هنشيل البطاطس دي عشان نوري الناس. يبقى 2 كله سلو، 1 مخلل، و 2 تومية، 4 تومية، 4 تومية الحجم ده، تمام؟ و2 كاتشب. يعني ده حاجة عاوز بجد. و2 كاتشب، يبقى كده كله 2 كله سلو و2 مخلل و4 تومية و2 كاتشب وشوكتين.
والفرخه والبطاطس، هي كمجمل حاجات زي الفل. السعر كان عامل 49 درهم، يعني 50 درهم. فنشوف هنقيم بقى ايه الفراخ ونشوف طعمها حلو ولا لا. يلا نروح ونيجي. انا خدت بالي من حاجه يا حاج درديري، ايه اللي ناقص في الوجبه دي؟ حاجه صعبه. غير حاجه ساقعه، حاجه ساقعه مش الزاميه، بس اللي انا هقوله ده لازم يبقى في الوجبه. لازم يبقى في الوجبه. اه. دي معاها مناديل؟ لا مش مناديل برضه، هو ما جابش مناديل بس مش المناديل. العيش صح. ما جاش معاه عيش، الوجبه من غير عيش. فانا كواحد هاكل بطاطس وهاكل القصه دي كلها، فاكيد هاكل بعيش، فما جاش بعيش. شوف احنا فتحنا كده، بسم الله. طبعا انا بحب الصدر فاخدت الصدر، دي الجناح والصدر. تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. بصوا هو شكلها من جوه حلو، شكلها من جوه كويس. في كاتشب، في تومية. طب كان عيش بقى، يعني عيش. ايه رأيك؟ حلو. التتبيلة بتاعتها حلوة. بسم الله. تتبيلتها حلو. مع التومية حلوة. التومية دي حلوة جدا، يعني طعم التومية جميل صح؟ طعم التومية عجبني. وده المخلل، اتفضل حاجة درديري. خده انا ماليش فيه. طعم القرمشة انا اعتقد ان دي لو سخنة قوي هيبقى حلوة عن كده صح؟ ما فيهاش اي زفارة، طعمها حلو. هي مش يعني مش الواو، بس كطعم وكده لا جميلة الصراحة، طعمها حلو ولذيذ. بس أعلى واحدة، لا مش أعلى واحدة أنا أكلتها، بس شغالة وحلوة. كسعر عالية شوية، يعني 50 درهم. أنا جبت فرخة قبل كده أقل وكان طعمها جميل جدا، مش أقل وبس، كان نص السعر ده وكانت جميلة جدا 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 صح؟ بس التومية عجباني جدا. طبعا البطاطس مش عاوز اقول لكم، يعني هي شاربه زيت كتير قوي 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 يعني. بصوا المنظر. فممكن ده برضو ان هي يعني اتحطت وهي سخنه صح؟ هنجرب بقى طالما زيت بزيت بقى، يلا نبوظ الدنيا. الطبقه بتاعتها البريت حلو جدا صح؟ الطبقه دي مقرمشه، وغير كده التتبيله فيها حلوه. ولا هي مالحه ولا هي، يعني عارف انت في كده اللي هو ايه، تيجي واخده راكنه على جنب. جميل. دي احلى واحده انت اكلتها يا استاذ درديري؟ لا. حفظ السود يا نعم. ده حفظ السود ده المفروض ننزل نجري بعديها قد ايه بقى؟ احنا كمية الزيت ده المفروض ننزل النهارده نقعد نجري اقل حاجة 3 ساعات. كمية زيت يعني البطاطس مش شاربة زيت،
هو تقريبا ال50 درهم عشان كمية الزيت اللي في البطاطس. الفراخ يعني اللي محليها جدا تومية، عشان المطعم ده تقريبا سوري، فالتومية بتاعتهم مظبوطة. اللي بيظبط التومية ده السوريين الصراحة. ايه يا حاج لذيذ؟ قول لي ايه طب؟ حلو قوي 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 قوي، بس البطاطس دي مليانه زيت. لا تعالى علي صوتك هنا. تعالى. البطاطس مليانه زيت. والفراخ طعمها حلو والله، مقرمشه كده. فعلا مقرمشة، طعمها حلو. لو سخنة هيبقى طعمها أجمل. تومية طعمها خطيرة. طبعا إن مفيش عيش دي مصيبة يعني. وجبنا ده من المحل اللي جنبيه، هو محل بتاع الفرايد تشيكن، ومحل بتاع الشاورما والحاجات الشوي المشويات، وده في نصهم. صح؟ وتقريبا الاتنين تبع بعض، ومش عارف بقى بتاع المشاريب ده تبعهم ولا لا. تيجي نشوف طعمه. هو اسمه الزعيم؟ المشروب اسمه الزعيم. ده مكون من ايه يا استاذ دربي؟ افوكادو ومانجا. افوكاتو ومانجا؟ اه. وعسل. وعسل؟ وشوية مكسرات كده صغيرة. بس قوامه ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا، عاوز بس اوريكم شكله. قوامه اسطورة. تعالى احط لك. فين الكوباية؟ انا مش عرفنا انت وديتها فين؟ ماشي مش مهم دلوقتي. مش مهم دلوقتي؟ ماشي. طب عشان انت دقت منه طيب؟ هتقول معايا يعني؟ ده محتاج بعد الاذان. موقفين فترة الأذان، الحاج درديري فضل في الفترة دي ياكل. ساعة ما احنا كنا شغالين في الفيديو كان قاعد ما بياكلش. ممكن أسأل حضرتك ليه؟ أنت مكسوف تاكل مثلا وأنا مشغل الفيديو؟ لا لقيت شميت كده ريحة حلوة، أكلة أكلتها لقيتها طعمها حلو. يعني فجأة حاسة الشم طلعت عندك حلوة فأكلت البتاع؟ أصل أنا لقيتك اندمجت أول ما أنا وقفت. أول ما قلت سلام عليكم لقيتك وقفت بقى، اللي هو لا يا عم ما حدش شايفك، أنا اللي باين على فكرة. عادي. ماشي. البتاع ده خطير خطير. ايه ده؟ ايه ده عاوز الجيار ده يشربوه يقعد يقول اطلبوا لي مشي الاوبر، مشي الاوبر، انا قاعد هنا. ايه ده؟ ده المشروب ده كنت بعمله في البيت. اكن بجد والله تعرف تعمله؟ لا اعمله لنا بقى على طول لو بيطلع بنفس الطعم ده. لا ايه ده؟ استنوا بس، البتاع ده احلى من الوجبه. البتاع ده اكنك بتشرب برفن. صح؟ لا اكنك بتاكل. وعليه كمان ايس كريم. صح؟ اه. يا ولاد اللعيبه، استنى فين الحاجات اللي قلت انا همسكها واحدثها؟ يا ولاد ده 10 من 10. ده 10 من 10. ده روح اشربه اسمه الزعيم صح؟ لو هو زعيم. احنا بعد كده اي حاجه حلوه هنقول عليها الزعيم. ده الزعيم يا جدعان. روح اشربه، لو طلع وحش تعالى وانا مش هديك حاجه، يعني ده ذوقك انت، انا ذوقي عاجبني. انا اديله ليه فلوس بس هو عاجبني ومخمخني قوي. يجي بعد كده يشرب يا اسطى ويجي يقول لي وحش وهات حاج درديري. بس انا عاوز اعرف انت ما اكلتش ليه؟ ما تاكل يا عم، ما انت كنت باسم بتاع. طب ايه ده الواحد ممكن يسقي في العصير ده عشان والله طعمه جميل. سامعين القرمشه؟ لا الوجبه دي مش محتاجه عيش، الوجبه دي محتاجه العصير ده. لقيت عيب في الوجبه. لقيت في عيب في حته كده هنا فيها حبه دقيق. دقيق؟ ده البريد لسه ما اتعملش، ده بس في الزيت وكده
نلتمس لهم العذر عشان احنا بس في رمضان، يلا عشان هم مستعجلين وكان عندهم حاجات كتير، فنبقى نجربهم تاني مرة كده في أيام عادية. لقينا الحاجات دي بقى يبقى إيه؟ يبقى نجيب العصير ده. العصير ده يا جدعان جامد. مش 1000 من 10. 1000 من 10. 1000 من 10 صح؟ كنت بعمله كل يوم. هتعمله؟ طب ما تقول لنا مكوناته كده. بنقطع افوكاتو. نحطه و اسمعي يا ست الكل، اسمعي المكونات، ورقة وقلم يا ست الكل واكتبي ورا الحاج درديري. افوكادو. واحدة حباية ولا كيلو ولا؟ اي شيء اتنين كده. أي شيء اتنين يعني أقل شيء. ايوه. بعد كده نحط ايس كريم، يا اما ممكن تحطه بالشوكولاتة، ممكن تحطه بالفانيليا، كده اي حاجة. ايس كريم اللي عندك في الثلاجة، عندك ايس كريم، شوفي كده هتلاقي علبة ايس كريم فيها مخلل، سيبيها للحاج وجيبي لك ايس كريم. ها. وهنحط عليه عسل. حبة عسل كده من البطرمان اللي هو سكر، هتلاقيه فوق كده وملا سكر تحت، ارميه وهاتي برضو سكر تاني. اي سودا، اي مكسرات عندكم. اي بقى مكسرات بقى، هو هتلاقي الحاج سايب حبة سوداني ولب في جيبه كده بيتسلى بيهم، هاتيهم من جيب الشورت بتاع الحاج واعمليهم. ماشي. ها. ونضرب في الخلاط. هنضرب في الخلاط هيطلع لك الزعيم، الحاج هيطلقك. هو ده. والله جامد جدا. انت لو عملته كده يا حاج درديري يعني ليك فلوس يوميه عندي، تعمل لي كوبايه هتطلع لي بقى طعمه كده وتقول لي لا اصل شبهه لا بس ده غالي جدا. اللي انت بتقوله ده تكلفته، هو ده سعره كام اساسا؟ 15 درهم ولا 10؟ ثواني هنسال على السعر بتاع العصير ده تمام ب 27-30 درهم. هو مبلغ بس ما يستاهل يعني الصراحه. هو حجم البتاع حلو يعني، حجمها بصوا قد ايه؟ لتر. بس انا حاسس ان هي اكتر. لتر ونص. لتر ونص ب 27 درهم. ايوه انا حاسس ان اكتر من لتر يا حاج دردير، حاسس ان انا بعمل له اعلان، بس هو طعمه جامد جدا. وزي ما انت لو انت معكيش 27 درهم ولا عارفه تعملي، حاج درديري حلها لك، ورقه وقلم واكتبي المكونات اللي احنا قلناها، راجع الفيديو تاني، انا مش هقولها تاني يعني فاهم؟ ده عندك حاجه كده، رجع الفيديو ولو انت برضو يا استاذه اللي بتتفرج برضو رجع كده وروح قوم شوف لك حاجه مفيده اعملها. بس البتاع جامد، البتاع ده بيعمل دماغ تقريبا. لا انا المشروب عجبني عن الوجبه. والوجبه التوميه فيها 10 من 10، الوجبه 7 الصراحه. وان ما فيهاش عيش دي يعني مش احسن حاجه يعني. انا طالب وجبه، مش هروح اشتري عيش يعني، انا في الشارع وطلبت وجبه فاكيد عاوز عيش عشان اكل بيه. يعني الوجبات اللي هي اقل سعر بيبقى مدي معاها رغيفين حتى 3 عيش صح؟ والله وكان مدي 4 رغيفة كايزر صح؟ فانت حاج درديري ليه بتحسسني ان انت عاوز تقوم في لا مع ان اول لما اقفل كده بتبقى قاعد زي الفل. تمام يعني؟ فكده اللي فادنا في الموضوع ده ان العصير حلو 10 من 10. الزعيم يا جدعان، اسم المحل مش عارفه بس هو بين اسمها ايه؟ لا ده مش بتاع العصير. هو ده ملوش اسم. بصوا هو بين حارتنا، المحل بتاعه بين حارتنا وبين المحل التاني، بس ايه المحل التاني مش هو انت هتلاقيه في الكوكب يعني، دور كده. ده حارتنا وده حارتنا. هو حارتنا جنب المطعم، هو حارتنا جنب حارتنا على طول هتلاقيه يعني. روح حارتنا بس واسأله فين بتاع العصير، هو لازق فيه. ماشي. ومحدش يخش يقول لي طب حارتكم اسمها ايه؟ اسم المحل حارتنا مش كانوا فاكرين ده كله ان انا قلت على حارتنا اسم المحل حارتنا. عشان ما تجيش تقول لي ايه طب اسم حضرتك كنت عمال ودينا عند بابا. لا بس هناكله يعني بس
انت ما اكلتش الكول سلو ليه؟ سايبه ما نجيبه طب ندوق. ندوق. دوق الكول سلو بتاعهم. بسم الله. حلو. الكول سلو بتاعهم حلو. هو كده 7.5 حلو قوي، بس ان انت مش جايب عيش. الفراخ تتبيلتها وكده حلوه بس مش احسن حاجه، مش التوب يعني. ممكن لو هي سخنه كانت تبقى احلى. عصير الزعيم 10/10. البطاطس 0/10. بطاطس يعني لو كان شال البطاطس وجاب لي بدلها عيش كان احسن. فبص ده اساسا فيها هي نايمه اساسا. هي نايمه ومراقبه. عامله ازاي؟ لا في بص مش اتفضل. لا هي زيت حط عشان احنا مش هينفع كفايه بتاع. بس الطبقه الخارجيه بتاعت الفراخ جامده. كده 7.5 قد اللي حارتنا. اسم محل حارتنا مش حارتنا، قد حارتنا 1000/10. حارتنا احسن حاره. ايوه قد شيء بس قد شيء. محل حارتنا 7.5. قد بتاع العصير ده 10/10. انت عندك فراخ وكده، روح مطعم حارتنا قول له فين العصير بتاعك وروح خد بس العصير، ما تروحش ده بس يعني حارتنا اقول له هات عيش. ايوه قول له انا عاوز اعيش عشان يعرف ياكل وكده. واقول له زود لي في التوميه. التوميه حلوه. وسلم لي عليهم كتير. يلا بينا عشان ننزل نجري. اقفل يا حاج درجير.